محمد صلاح يحمل شارة القيادة في ليفربول الموسم المقبل. أكدت تقارير صحفية أن محمد صلاح سيتواجد في مجموعة قادة فريق ليفربول بدءا من الموسم المقبل. يحمل جوردان هندرسون شارة قيادة فريق ليفربول، يليه الثنائي في الجيل فان ديك وجيمس ميل. وحسب صحيفة ذا أوثلتيك فإن صلاح سيدخل في مجموعة القادة الذي يمكنهم حمل شارة القيادة بالفريق في الموسم المقبل، تحسبا لرحيل جيمس ميلنر الذي بات قريبا من الانتقال لبريتون بنهاية عقده مع الفريق. تجديد عقد نجم الأهلي زف الإعلامي محمد شبان، إخبار سرة لجماهير الأهلي بشأن حسين الشحات نجم الفريق الأول. وأكد شبان في تصريحات عبر برنامج من الآخر أن الأهلي جدد عقد حسين الشحات لمدة 3 مواسم، مشددا أن الأهلي سيعلن عن التفاصيل خلال الساعات المقبلة. وأضاف شبان أن حسين الشحات سيحصل عليه 15 مليون جنيه في الموسم، مشددا أن الشحات يستحق هذا المقابل لما يقدمه من أداء مذهل مع الأهلي. وأضاف أن حسين الشحات أصبح من أهم لاعبي الدوري المصري خلال الفترة الحالية ومن الصعب الاستغناء عنه. لو دام حصلشها اعتزل. تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب. أعلن طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق عن موقف محمد عبد الشافي نجم الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ فترة. وأكد السيد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عبد الشافي مستاء من طول فترة إصابته، وقرر أنه حال لم يستعد عافيته يقرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي. وأضاف طارق السيد أن عبد الشافي قرر الاعتزال بنهاية الموسم الجاري في ظل طول فترة إصابته وعدم استعادة مستواه حتى الآن. سوبر الأهلي بيراميدز بدون عقوبات. كتب اللاعب أحمد حسن تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. مصدر داخل اتحاد الكرة: تقرير الحكم والمراقب لم يتضمن الحاجة لأي عقوبات على لاعبي الأهلي أو بيراميدز. تخفيض عقوبة كهربا النجم الأهلي. كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة حول استئناف محمود كهربا نجم النادي الأهلي عقب صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه. وأفادت المصادر ذاتها أن لجنة الاستئناف سوف تنظر الطلب المقدم من جانب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بعد الفصل في دعوى النادي الأهلي أمام القضاء الإداري لحل لجنة الانضباط، والمقرر النظر بها منتصف شهر مايو الجاري. وأضافت المصادر أن لجنة الاستئناف بعد الاطلاع على موقف كهربا برمته سوف تقوم بتخفيض العقوبة أي الإيقاف من 4 إلى 8 مباريات. أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة المسابقات سوف تحدد ما إذا كان غياب الزمالك سيكون انسحابا أو اعتذارا عن السوبر المصري. وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه على قناة النهار: عقوبة الزمالك ستكون على السوبر القديم فقط وليس البطولة المستحدثة، لأن البطولة الجديدة ليس لها علاقة بالسوبر الذي تمت إقامته مؤخرا. وأضاف: السوبر المصري بشكله الجديد يختلف عن السوبر القديم، وبالتالي السوبر المستحدث سوف يضم 4 فرق ويحمل اسم بطولة النخبة، ولكن السوبر القديم بالشكل العادي وهو بين بطل الدوري وبطل الكأس. أول رد من الأهلي على احتراف حمدي فتحي. وقال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: مش بالضرورة أن يكون الكلام صحيح، وأرفض التعليق على ذلك. موجة غضب لجماهير الأهلي. سادت حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي بعد قيام محمد فخري لاعب القلعة الحمراء بصورة لمشجع الرجاء المغربي فمدرجات مركب محمد الخامس، مبديا إعجابه الشديد بهم. وعبرت جماهير الأهلي عن سخطها بقيام محمد فخري بهذا الأمر في تعليقات عنيفة عبر السوشيال ميديا. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بروكسا. ينتظم اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام بروكسي المقرر له غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور 32 لكأس مصر. ومن المنتظر أن يستمر غياب كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وعمرو السيسي عن اللقاء للإصابة، بالإضافة إلى غياب
غياب ناصر منسي عن المباراة بعدما تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة مؤخرا. حسم مصير 5 نجوم فالزمالك. كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مطالبة مسؤول القلعة البيضاء للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بضرورة الإسراع في تقييم الخماسي الأجنبي المحترف بالفريق خلال الفترة المقبلة لتحديد مصيرهم في الاستمرار مع الأبيض من عدمه. ويضم فريق الكرة بنادي الزمالك في صفوفه كلا من التونسيين حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والمغربي أحمد بالحاج المعاري من أسوان والسنغالي إبراهيم نداي والبنيني سامسون أكينولا.